قصتي ليست غريبة، بل ربما تشبه قصص نساء كثيرات دخلن الزواج وهن يظن أنه بداية حياة، ثم اكتشفن أنه اختبار صعب. قبل زواجي كانت أحب ابن خالي، حب بسيط نشأ بيننا بهدوء، وكبر في قلبي سنة بعد سنة. لكن أهلي رفضوا الفكرة تماما. كانوا يرون أن زواج الأقارب يسبب المشاكل، ولم يناقشوا الأمر حتى. أغلقوا الباب في وجهي، وبقيت أنا وحدي أتعلم كيف أدفن مشاعري. مرت سنوات وأنا أحاول أن أنسى. أقنعت نفسي أن النصيب أهم من الحب، وأن الله سيعوضني خيرا. حين تقدم علي لخطبتي، بدا كأنه التعويض المنتظر. شاب يعمل خارج البلاد، دخله ممتاز، متكفل بوالدته وأخيه بعد وفاة والده، وبنى بيتا للعائلة من تعبه. الجميع مدحه. أمي قالت لي: الرجل الذي يبر أمه سيعرف كيف يصون زوجته، وافقت. لم أكن عاشقة له، لكنني كانت مستعدة لأبدأ من جديد. تم الزواج بسرعة لأنه كان جاهزا لكل شيء. عاشت أول شهرين كعروس هادئة. علي كان محترما، خجولا، طيب القلب. لم يرفع صوته يوما، ولم يقصر في شيء. لكنه كان رسميا أكثر من اللازم. كنت أبحث عن دفء، عن شغف، عن ضحكة طويلة في منتصف الليل. هو كان مثاليا، لكن بلا حرارة. وقبل أن أعتاد عليه، أخبرني أن موعد سفره قد اقترب. سنة أو ربما أكثر حتى يعود ليستقر نهائيا. حاول أن يطمئنني، وأوصاني على أمه، وطلب مني أن أتحمل هذه الفترة. كانت عروسا لم تكمل شهرها الثالث. كيف أتحمل عاما من الغياب؟ انتقلت للعيش في البيت نفسه مع والدته وأخيه حسن. كنت أرى نفسي زوجة على الورق فقط. زوجي بعيد، وأنا هنا أعيش تفاصيل يومي بين المطبخ وغرفة النوم الفارغة. في الليل كانت أشعر بثقل الوحدة، احتياج بسيط لأن أجد أحدا بقربي، أن أشعر أنني متزوجة فعلا، لا معلقة بين انتظار واتصال هاتفي. لم أكن أعلم أن أخطر شيء في الزواج ليس الفقر ولا المشاكل، بل الفراغ العاطفي. وذلك الفراغ كان على وشك أن يفتح بابا لم أتخيل يوما أنني سأقترب منه. فكيف بدأ كل شيء؟ هذا ما سيظهر في الجزء الثاني. بعد سفر علي، تحولت أيامي إلى روت متكرر. أستيقظ، أساعد حماتي في أعمال البيت، أعود إلى شقتي لبعض الوقت، ثم أنزل مرة أخرى لأتناول الطعام معهم. كانت أحاول أن أبقى مشغولة قدر الإمكان، لأن اللحظات التي أبقى فيها وحدي كانت الأصعب. الصمت كان يضخم أفكاري، ويذكرني بأنني زوجة بلا زوج. حسن، أخو علي، كان يعيش معنا في نفس البيت. في البداية، لم يكن في نظري سوى شاب لطيف، مرح، يحاول أن يخفف الأجواء. كان يعود من عمله ويسألني إن كنت أحتاج شيئا من السوق، أو إن كان علي قد اتصل بي. تفاصيل بسيطة، لكنها كانت تملأ فراغا صغيرا في يومي. حماتي كانت تلاحظ شرودي أحيانا، فتجلس بجانبي وتقول: تحملي يا بنتي، علي يبني مستقبلكم. كانت أبتسم احتراما، لكن داخلي لم يكن هادئا كما يبدو. مع مرور الأيام، بدأت أقضي وقتا أطول في الجلسات المسائية. نشاهد التلفاز معا، نتبادل الحديث، نضحك على مواقف بسيطة. وعندما تنام حماتي مبكرا كعادتها، كنا نبقى مستيقظين لبعض الوقت. الحديث صار أطول وأعمق. في إحدى الليالي، سألني حسن فجأة: هل أنت فعلا بخير من غير علي؟ لم يكن سؤالا عابرا. شعرت أنه يخترق دفاعاتي. ترددت، ثم وجدت نفسي أتكلم أكثر مما ينبغي.
أخبرته أنني أفتقد وجود زوجي، أنني كنت أتخيل الزواج مختلفاً، مليئاً بالقرب لا بالانتظار. لم يقل شيئاً خطيراً، فقط استمع. وابتسم وقال إنني أستحق أن أكون سعيدة. من تلك الليلة تغير شيء غير مرئي بيننا. لم يكن واضحاً، لكنه موجود. صرت أنتبه لكلامه أكثر، وأهتم برأيه في أشياء صغيرة. أحياناً كنت أتعمد أن أبقى في الأسفل بدلاً من الصعود إلى شقتي. أقنعت نفسي أنني أهرب من الملل فقط. الهزار بدأ يأخذ طابعاً شخصياً أكثر. نظراته صارت أطول مما يجب. لم يحدث شيء صريح، لكن المسافة بيننا لم تعد كما كانت. كنت أعلم في أعماقي أن علي بعيد، لكن العلاقة التي تجمعني به ما زالت قائمة. ومع ذلك، وجدت نفسي أستمتع بالاهتمام الذي أتلقاه من حسن. اهتمام لم يكن يحمل اسماً واضحاً، لكنه كان يملأ شيئاً فارغاً داخلي. وهنا بدأت المشكلة الحقيقية. فالخطأ لا يبدأ فجأة. يبدأ بخطوة صغيرة، ثم أخرى، حتى يختفي الخط الفاصل تماماً. ولم أكن أدرك أن تلك الخطوات البسيطة ستقودني إلى لحظة لا يمكن التراجع عنها. لكن متى تحولت المجاملات إلى تجاوز؟ هذا ما سيظهر في الجزء الثالث. لم يحدث الأمر فجأة، ولم يكن قراراً واعياً في لحظة واحدة. بل كان تراكماً بطيئاً، حتى وجدت نفسي أقف على حافة لا ينبغي أن أقترب منها أصلاً. في إحدى الليالي، وبعد أن نامت حماتي كعادتها، بقيت جالسة في الأسفل مع حسن. كان الحديث عادياً في بدايته، ثم بدأ يأخذ منحى شخصياً أكثر. سألني عن مشاعري، عن وحدتي، عن اشتياقي. لم أكن معتادة أن يشاركني أحد هذه التفاصيل. شعرت بأنني مسموعة، مفهومة. عدت إلى شقتي تلك الليلة، لكنني لم أنم. ظل كلامه يتردد في رأسي. فكرة بسيطة بدأت تكبر: أنا أستحق أن أشعر بالاهتمام. لم أكن أقول لنفسي إن ما أفكر فيه خطأ، بل كنت أبحث عن مبرر. في الأيام التالية، بدأت أتصرف بطريقة مختلفة. أهتم بمظهري أكثر عندما أنزل. أختار ملابس أجمل، أضع عطراً خفيفاً، وأقنع نفسي أنني أفعل ذلك لأشعر بتحسن، لا لأي سبب آخر. لكن الحقيقة أنني كنت أرسل إشارات، وهو بدأ يفهمها. في تلك الليلة التي تغير فيها كل شيء، تعمدت أن أبقى جالسة بعد أن نامت حماتي. كان الصمت بيننا أثقل من المعتاد. تبادلنا نظرة طويلة، لم تكن بريئة كما السابق. لم يقل أحدنا كلمة واضحة، لكن المعنى كان حاضراً. الخطوة التي حدثت بعدها كانت بإرادتي كما كانت بإرادته. لم يكن هناك إكراه ولا مفاجأة. كان سقوطاً مشتركاً. في تلك اللحظة، لم أشعر بندم. بالعكس، شعرت بأنني أملأ فراغاً ظل يؤلمني منذ سفر عالية. أقنعت نفسي أن الغياب الطويل يبرر ضعفي، وأن ما يحدث لن يعرفه أحد. لكن الخطأ حين يتكرر يصبح عادة. العلاقة لم تتوقف عند تلك الليلة. صارت سرراً يومياً نعيشه خلف الأبواب المغلقة. في النهار كانت زوجة مطيعة، وفي الليل امرأة تخفي ما لا يجوز. حتى جاء اليوم الذي شعرت فيه بتعب غير معتاد. تأخرت دورتي، وبدأ الشك يكبر في داخلي. عندما تأكدت من حملي، تجمدت أفكاري. أخبرت حماتي أولاً، ففرحت كثيراً واتصلت بعلي تبشره. صوته كان مليئاً بالسعادة. أما أنا، فكنت أعيش صراعاً صامتاً. حين أخبرت حسن بالحقيقة، تغير وجهه. سألني بقلق: وماذا سنفعل؟ كان السؤال بسيطاً،
لكن إجابته كانت أخطر مما تخيلنا. هل نخفي الأمر؟ هل نعترف؟ أم نستمر في الكذب؟ في تلك اللحظة، لم أكن أدرك أن القرار الذي سنتخذه لن يدمر حياتنا فقط، بل سيكشف كل شيء بطريقة لم نتوقعها أبداً. فمن كان يراقب بصمت طوال الوقت؟ هذا ما سيظهر في الجزء الأخير. مرت شهور الحمل ثقيلة، لكن السر كان أثقل. كانت أعيش حياتين في وقت واحد، أمام الناس زوجة تنتظر عودة زوجها، وفي الخفاء امرأة تحمل طفلا ليس لزوجها. حسن كان يحاول أن يبدو طبيعيا، لكن القلق بدأ يظهر في تصرفاته. كلما اقترب موعد الولادة، زاد توتره، وكأن الحقيقة تكبر في بطني كما يكبر الجنين. يوم الولادة جاء أسرع مما توقعت. وضعت طفلا جميلا، ولدا يشبه البراءة نفسها. عندما حملته بين يدي، شعرت للحظة أن كل شيء يمكن أن يغفر. حماتي بدت صامتة على غير عادتها. نظراتها لي لم تكن فرحا خالصا، بل شيئا مختلطا لا أستطيع تفسيره. بعد ساعات قليلة، حدث ما لم أتخيله أبدا. أحد الممرضين أثار ضجة مفاجئة. قيل إن حماتي حاولت أخذ الطفل بطريقة مريبة. في البداية ظننت أن هناك سوء فهم، لكن الأمور تصاعدت بسرعة. التحقيقات بدأت، والهمسات انتشرت. ثم انكشفت الحقيقة المؤلمة: حماتي كانت تعرف. لم تواجهني. لم تصرخ في وجهي. لم تخبر علي. كانت قد سمعت حديثا بيني وبين حسن قبل أشهر، وفهمت ما يحدث. اختارت الصمت. لكنها لم تحتمل فكرة أن يعيش طفل الخيانة في بيتها. علي عاد مسرعا من السفر. أمام الجميع، دافع عنا. قال إن أمه ربما أساءت الفهم. قال إنه يثق بي وبأخيه. للحظة صدقه، أو ربما أرضت أن أصدق. لكن حين عدنا إلى البيت، تبدل كل شيء. وقف أمامي بهدوء مخيف. لم يصرخ. لم يثر. نظر في عيني مباشرة وقال كلمة واحدة أنهت كل شيء: أنت طالق. ثم التفت إلى حسن، وأخبره أنه لم يعد له مكان في البيت الذي بناه بعرقه. لم يشتمه، لم يضربه، لكنه جرده من كل شيء. أما الطفل، فقال جملة لم أنسها: الولد لا ذنب له. أخذه بين ذراعيه وأعلن أنه سيربيه بنفسه، لأن الخطأ خطأنا نحن، لا خطأ طفل جاء إلى الدنيا دون اختيار. خرجت من البيت وأنا لا أشعر بشيء سوى الفراغ. حسن كان يسير بجانبي، لكن بيننا صمت أكبر من أي كلام. لا هو بدا لي الرجل الذي ضحيت بكل شيء لأجله، ولا أنا استطعت أن أبرر لنفسي ما فعلته. في النهاية، أدركت أن الوحدة ليست عذرا، وأن الغياب لا يمنحنا حق الخيانة. لحظة ضعف واحدة كانت كافية لتدمير بيت كامل. لكن السؤال الذي لا يزال يطاردني: لو عاد بي الزمن إلى أول يوم شعرت فيه بالفراغ، هل كنت سأختار الطريق نفسه؟ بعد أن خرجت من ذلك البيت، لم يكن الألم هو أول ما شعرت به، بل الصدمة. كأنني كانت أعيش داخل دوامة، وفجأة توقفت كل الأصوات من حولي. حسن كان يسير بجانبي، لكننا لم نتبادل كلمة واحدة. الغريب أن الرجل الذي كانت أظنه ملجأي أصبح مجرد شخص غريب يمشي إلى جواري. في الأيام الأولى، كنت أبرر لنفسي. أقول إن علي هو من تركني وسافر. أقول إنني كانت وحيدة. أقول إنني بشر أخطئ. لكن كل تلك الأعذار كانت تتهاوى أمام حقيقة واحدة: أنا اخترت. الوحدة كانت موجودة، نعم. الاحتياج كان حقيقيا، نعم. لكن القرار كان قراري.
حسن لم يتحمل المسؤولية كما كنت أتخيل. بدأ يتجنب الحديث عن المستقبل. كلما ذكرت الطفل يصمت. كلما سألت عن خطواتنا القادمة يغير الموضوع. اكتشفت متأخرة أن العلاقة التي بدأت على خطأ لا يمكن أن تبنى عليها حياة مستقرة. أما علي فرغم كل شيء لم يفضحني أمام الناس. لم يصرخ في الشوارع. لم يشوه سمعتي علنا. اختار أن ينهي الأمر بهدوء وأن يتحمل مسؤولية طفل ليس منه. ذلك الموقف هزني من الداخل أكثر من أي عقاب. كانت أظن أنني كنت أبحث عن حب، عن اهتمام، عن دفء. لكنني في الحقيقة كانت أهرب من مواجهة نفسي. كانت أرفض أن أتحمل صبر سنة أو سنتين، فاخترت لحظة ضعف دمرت سنوات قادمة. الطفل كان أكثر ما يؤلمني التفكير فيه. سيكبر يوما ويسأل. سيبحث عن الحقيقة. وسعتها ماذا سأقول؟ أن أمته اختارت رغبتها على حساب بيتها. أن والدته الحقيقية لم يملك الشجاعة ليعترف به. مرت شهور وتفرق كل شيء. حسن اختفى تدريجيا من حياتي، وكأن ما كان بيننا لم يكن إلا اندفاعا مؤقتا. بقيت أنا وحدي، لكن هذه المرة بوحدة مختلفة، وحدة مليئة بالندم. تعلمت متأخرة أن الفراغ لا يملأ بالخطأ، وأن أي علاقة تبدأ بالخيانة تنتهي بالخسارة. تعلمت أن الإنسان أحيانا لا يخسر عندما يحرم مما يريد، بل عندما يحصل عليه بالطريقة الخطأ. قصتي ليست لتبرير ما فعلت، بل للتحذير من يظن أن لحظة ضعف لن تترك أثرا دائما. فالسؤال الحقيقي ليس لماذا خنت، بل لماذا لم أواجه ضعفي قبل أن يتحول إلى كارثة. ولو عاد الزمن، هل كان سأختار الصبر بدل الندم؟